لسه مخلص الحلقة بتاعة برنامج المراجعة النهائية هادي بسيوني، الحلقة بتاعة كريم عبد العزيز. صرف النظر ان انا من محبي البرنامج نفسه، الا انه الحلقة والفيديوز والريلز اللي انتشرت من الموضوع خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا فكرتني بحاجة كتير بحاول ان انا افكر نفسي بيها وانبه نفسي ليها، وحابب ان انا اشاركها معاكم النهارده. في اوقات انت ممكن تلاقي نفسك بتستنزف طاقة وبتستنزف وقت ومجهود واحيانا فلوس في اقتحام مشاكل يمكنك العبور منها، وان انت ما تركزش معاها، او ان انت تعديها بكلمة لطيفة، تعديها بذكاء. لا ادعي ان انا املك الذكاء ده ولا املك حلاوة اللسان دي، انا لا ادعي ده تماما، ولكن قعدت افتكر قد ايه مشاكل كان ممكن ما تبقاش موجودة اصلا او ما تبقاش مشكلة لو انا ما ركزتش، لو انا عديت، لو انا خدتها بحسن نية، قلت تمام. في اوقات بعرف اعمل كده وفي اوقات لا، ولكن مجملا دي من الصفات اللي لو احنا كبني ادمين قدرنا نتحلى بيها هتلاقي انه 60% 70% من المشاكل والوقت والطاقة والمجهود والفلوس اللي بيروحوا على حاجات ملهاش داعي هتلاقي ان هي ولا ليها اي وجود تمام.